السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض التشيز كيك، طبقات اقتصادية وسهلة، وكمان هنعمل طبقة البسكوت من بواقي بسكوت العيد المتكسر عندنا، مش هنرميه، هنعمل منه التشيز كيك، وطبقات اقتصادية وجميلة وكمان تنفع للصيف قوي. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. طبعا الصيف محتاج حاجات من دي كتير، حاجات سهلة وفي نفس الوقت بتبقى ساقعة. فالنهارده بقى هعمل لكم من بواقي بسكوت العيد اللي انتوا شايفينه دوت. هعمل طبقة البسكوت اللي هي تحت. هيبقى عندنا حوالي 250 جرام بسكوت ل 300 جرام من البسكوت اللي هو بتاع العيد اللي احنا بنكسره، وينفع بسكوت العادي اللي بنشتريه من المحلات، بس ده اوفر طبعا بما ان احنا عندنا بواقي البسكوت الباقيه بتاعه العيد، فهنعمل بيها الطبقه بتاعه البسكوت بتاعه التشيز كيك. هنضرب طبقه البسكوت ديت ضرب، بس ضرب خشن مش ضرب ناعم قوي. هنضربه في الكبه او نكسره على ايدينا عادي. تحطيه مثلا في حاجه، في كيس ولا في حاجه، وتدقي عليه مثلا بحاجه جامده شويه وتكسريه، هيبقى كويس برضو جدا لو ما عندكيش، لو مش متوفر عندك كبه. هنا بقى كسرنا البسكوت برضو كسر خشن زي ما انتوا شايفينه كده. هنحطه بقى في البولة عندنا كبيرة شوية عشان اعرف ان انا اتحكم فيه، وانا بحط عليه الزبدة او السمنة. انا طبعا بستخدم عندي سمنة بلدي، او ممكن تستخدمي عندك زبدة، جميع انواع الزبدة عادي. هنا هيبقى معايا هستخدم في الكمية دي حوالي كوباية الا ربع من السمنة. بس هحطهم بقى طبعا بالتدريج، مش هحطهم مرة واحدة، هحط بالتدريج كده السمنة واقلب لغاية ما اغطي البسكوت كله بالسمنة او بالزبدة اللي عندي. طبعا البولة اللي انا بحط فيها لازم تكون ناشفة تماما عشان ما تعجنش البسكوت مني. ممكن تضيفي برضو اضافات لطبقة البسكوت، ممكن تضيفي معلقتين من جوز الهند لو الاولاد بيحبوها، او ممكن يكون سوداني مثلا مجروش، جرش برضو ناعم شوية، ممكن تضيفيه برضو على البسكوت، هيدي طعم كويس جدا للبسكوت برضو، وكمان هتبقى مكونات اقتصادية جدا ومفيدة. هنقلب بقى في البسكوت لغاية ما يبقى عامل زي حبات الرمل كده، ونيجي نضغط عليه نلاقيه متماسك، يعني متماسك بيمسك في بعضه مش مفرول. اما نطبقه في ايدينا كده نلاقيه بيعمل شكل متماسك. طبعا احنا كده خلاص، كده هو البسكوت كده كويس، عامل زي حبات الرمل اهي، ومتغلف بكل السمنه، كل حبيباته بالسمنه اللي كانت موجوده عندنا او الزبده. هنجيب طبعا الصينيه المقاس الوسط، في الصواني اللي هي بتاعت الكليبس ديت، في مقاس صغير ومقاس وسط ومقاس كبير، انا جبت المقاس الوسط وهوزع فيه البسكوت. هوزع البسكوت بطريقه متساويه في الصينيه كلها، وانا بوزع اضغط عليه علشان يكون لي طبقه تكون متماسكه. طبعا انا عملت برضو معاكم التشيز كيك قبل كده، بس بطبقات كانت بسكوت عادي من اللي بشتريه من محلات عادي، وكانت طبقه الكريم شانتيه وطبقه الجيلي. هنا الطبقات هتختلف يعني في طبقات هتختلف شويه مع اختلاف برضو نوعيه البسكوت. هنا بقى بعد ما نفرد البسكوت بشكل متساوي في الصينيه، هنحاول ان احنا نجيب صينيه تانية اصغر شويه ونضغط عليه ضغطه خفيفه كده علشان يبقى متساوي ومتماسك. بعد بقى ما نخلص طبقة البسكوت ديت، هنحطها في التلاجة شوية عبال ما نحضر الطبقة التانية عشان تمسك شوية في التلاجة. هنحضر بقى الطبقة التانية. هيبقى عندنا 4 كوبايات من الحليب او اللبن، 4 كوبايات بس مش كبار، مش اللي ساعتها 250 ملي، او هيبقى الاسهل يعني ان هيبقى لتر الا ربع من الحليب او من اللبن. هنحطهم بقى في الحله هنا عندنا، وهنضيف لهم على البارد 5 معالق من النشا، معلش 5 معالق من النشا و5 معالق من السكر، وكده سكرها هيبقى كويس وهادي.
هنقلب بقى على البارد برضو النشا مع السكر لغايه ما النشا تدوب خالص والسكر يدوب زي ما انتوا شايفين كده. هنفك كل التكتلات اللي النشا بتعملها، وطبعا النشا زي ما انتوا عارفين بتتدوب في البارد. هنرفعهم على النار ونقلب فيهم، وطبعا على النار متوسطة مش نار عالية، نار متوسطة، ونقلب من الوقت للتاني. هنقلب لغاية ما الخليط يتقل زي ما انتوا شايفين كده. الخليط تقل معانا خالص اهوت، شايفين كده سمكه كويس. هنحط بقى يعني قلبين كده صغيرين من الشوكولاتة البيضة، او قطعتين من الشوكولاتة البيضة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بتديها تيست جميل جدا. وخلاص هنا بقى في المرحلة دي هنطفي النار. بعد ما يتقل كده هنطفي النار قبل ما نحط الفانيليا، وبعدين نحط ربع معلقة صغيرة كده من الفانيليا. بعد ما نطفي النار نحط الفانيليا على طول. طبعا طلعنا طبقة البسكوت من التلاجة، وهنقلب في النشا في المهلبية كده لغاية ما تبرد، لغاية ما تهدى بس شوية كده، وبعدين نضيفها على طبقة البسكوت. هنصب بقى طبقة المهلبية كده على البسكوت من فوق. هنساوي الطبقة بقى زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هنحطها في التلاجة لغاية ما تجمد معانا برضو، وعبال ما نحضر برضو الطبقة التالتة. كده خلاص الطبقة التانية اتساوت بقى. هنحطها في التلاجة زي ما انا قلت لكم لغايه ما تجمد، وهي بتجمد على طول يعني لغايه برضو ما نحضر الطبقه الجيلي التالتة. هنحط كوبايتين من الميه السخنه، هيبقى عندنا 2 باكت من الجيلي. هنحط كوبايتين من الميه السخنه ونحط ال2 باكت من الجيلي عليهم، ونقلب كويس جدا. وممكن نضيف كمان معلقه من السكر، انا ضفت معلقه واحده من السكر. ونقلب كويس لغايه ما الجيلي يدوب في الميه السخنه. وهنحط عليهم والجيلي هنحط عليه كوبايه ونص من الميه الساقعه بعد ما ندوبه في كوبايتين الميه السخنه. معلش الحته دي ما اتصورتش. وهسيبه لغايه ما يهدى خالص، ما يبقاش سخن خالص، يعني يبقى يهدى خالص، يبرد خالص. وبعدين اطلع الصينيه بتاعتي وابدا ان انا اصب الشربات عليها زي ما انتوا شايفين كده. بجيب معلقه واصب الشربات عليها عشان الضغط كله يبقى على المعلقه، ما يبقاش على طبقه المهلبيه. زي ما انتوا شايفين كده حطينا كل كمية الجيلي بتاعتنا في الصينية كده. خلاص الحالة بتاعنا خلص كده. هنحطه بقى في التلاجة لمدة حوالي 6 ساعات لغاية ما يجمد طبقة الجيلي بتاعتنا، وبعدين نطلعه نسلك الأطراف زي ما انتوا شايفين كلها كده. نسلكها من الجناب كلها. شايفين الطبقات؟ نبدأ بقى. ممكن تزينيها بأي حاجة، ممكن تزينيها بمكسرات مجروشة. انا هنا جرشت شوية سوداني زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت ان انا ازين بيهم الاطراف بتاعت التشيز كيك. هوزعه على الاطراف كلها. وكده بقى التشيز كيك جاهز معانا. والاولاد هيفرحوا بيه جدا وهيحبوه. شايفين الطبقات متساوية ازاي؟ اتمنى بقى ان يكون الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناه على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.